مرة وأنا ماشي في الطريق والله سبحانه وتعالى سيحاسبني على ما أقول. شفت واحد صاحبي والله العظيم يا جماعة، إذا نظرت إلى هذا الإنسان تيقنت أن جبال الدنيا كلها قد امتلأت بالهموم والأحزان وقد حملها فوق ظهره. مهموم، أول مرة في حياتي أشوفه كده. كان معايا في الدراسة، بعد كده قابلته، انت عارف انت، بسلم عليه بقول له مالك كده، بكى. بيقول لي يا شيخ انا الهموم والاحزان احاطت بي. قلت له طب احكي لي بس ايه اللي حصل. قال لي انا التجاره بتاعتي خسرت وصحتي في النازل وما خطبتش وما عنديش شقه والدنيا عندي بايظه تماما. يعني شوف انت عارف انت اللي بيتمنى الارض تشقه وتبلعه، في ناس كده تلاقيها ماشيه خلاص الهموم قد احاطت بها. والله العظيم يا جماعه انا نصحته نصيحه وبعدها ما عندي شفته. قال لي بالظبط ممكن تقول بعد حوالي 80 يوم، شهرين ونص كده تقريبا. المهم قابلته، انا نصحته نصيحه، قلت له ايه؟ قلت له شوف انا هنصحك نصيحه هتعمل بيها. قال لي قول يا شيخ. هو بيعيط بيبكي، حتى انا حاسس ان هو مش مركز معايا. فبقول له ايه؟ بقول له انا عايزك تروح البيت وتنام بدري النهارده، وعايزك تقوم قبل الفجر، مش بساعتين بقى ولا 3-4 ساعات. قوم يا عم قبل الفجر بما تستطيع، لو ربع ساعه قوم كده صلي ركعتين وادعو الله عز وجل بهذا الدعاء، بس انا عايز الدعاء ده يخرج من قلبك. قال لي اقول ايه؟ قلت له عايزك تقول بالليل كده في جوف الليل يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. سلام، دعاء جميل قوي. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وسبته ومشيت، ما قلتلوش أكتر من كده. المهم بعد شهرين ونص قابلته، والله العظيم يكاد النور يخرج من وجهه. أول ما شافني مش هخبي عليك جه حضني كده وقام شايلني من على الأرض، والله زي ما بحكي لك كده. تمام؟ بقول له خير كده، بشرني ايه اللي حصل؟ قال لي بص يا شيخ انا دلوقتي معايا كذا محل، كل محل واقف على رجليه. بعد ايه؟ بعد شهرين ونص. بيقول لي وربنا رزقني